الصفات الشخصيه اللي بتحس انها مرتبطه بالتستوستيرون العالي؟ سالت السؤال ده في ستوري على انستجرام، وفي الحقيقه الاجابات كانت كاشفه جدا لطريقه تفكيرنا في مجتمعاتنا العربيه. اغلب الاجابات تمحورت حول العصبيه والاندفاع والصوت العالي، والاغرب ان الاجابات دي كانت صادره من رجاله وستات، الجنسين كان غالب عليهم الاجابات دي. في واحد كتب شخصيه احمد العوضي، وفي واحد كتب شخص بيه احمد العوضي في نفسه بسبب ومن غير سبب. ده احتمال يكون بيهزر، بس طبعا عند بعض الناس فعلا دي الصوره النمطيه المعروفه عن الرجوله والذكوره، وبالتالي الهاي تستوستيرون. في المقابل طبعا ظهرت اجابات بتتكلم عن الثقه بالنفس والهدوء والميل للمنافسه، ولكن دول عددهم اقل بكتير. لكن يا ترى مين فيهم اللي صح؟ يعني هل فعلا التستوستيرون هو السبب انه يخلي الراجل مندفع ومتهور وعصبي طول الوقت وصوته عالي، ولا دي ذكورية سامة متخفية ورا حجة الهرمونات؟ يلا بينا نجاوب على السؤال ده بشكل علمي، وعلشان نعرف نجاوب بشكل علمي طبعا هنقرأ أبحاث علمية ونقعد نشوف ونفصص الداتا اللي فيها. ده هيخلينا نقدر نفكك الحقيقة من الخرافات، فنشوف التأثير الحقيقي للتستوستيرون بيبقى عامل ازاي. اول حاجه طبعا هي العصبيه والاندفاع. هل التستوستيرون فعلا هو المتهم الحقيقي هنا ولا لا؟ اغلب الاجابات اللي جات لي فعلا بتقول ان التستوستيرون مرتبط في دماغ الناس بالعصبيه والاندفاع، لكن الحقيقه ان العلم بيقول غير كده خالص. في دراسه ضخمه نشرت السنه دي 2026 راجعت 52 ورقه بحث فيهم 17,000 مشارك، والنتيجة كانت مخالفة جدا للتوقعات اللي بص على الموضوع ده من الزاوية دي، وده لأنهم ما لقوش أي علاقة بين مستوى التستوستيرون والتهور والاندفاع والعصبية. والأكتر من كده كمان إن في دراسة تانية اتنشرت في مجلة نيتشر أثبتوا فيها إن السلوك ممكن ما يكونش نابع من التستوستيرون نفسه، بل الاعتقاد بإن هي دي خواص الهرمون نفسه. الباحثين هنا لقوا إن الناس اللي اتصرفت بعدوانية بعد استخدام التستوستيرون هم الناس اللي كانوا معتقدين إن هم خدوا التستوستيرون، مع إنهم في الواقع كانوا واخدين بلاسيبو أو اللي هي حاجة وهمية. ده معناه ان الاسطورة الثقافية نفسها هي اللي ممكن تكون بتشكل سلوكنا مش البيولوجيا. السر الحقيقي في التستوستيرون موجود في فرضية اسمها فرضية الوضع الاجتماعي، اللي هو السوشيال ستاتس هايبوثيسيس. التستوستيرون تأثيره عليك مش انك تكون عصبي عمال على بطال، لكن هو بيخليك اكثر حساسية لو في تهديدات لمكانتك الاجتماعية. في دراسة محورية في جامعة هارفارد اثبتوا فيها ان التستوستيرون بيعزز من السلوكيات اللي بترفع من شأنك في مجموعتك. هنا السياق لو بيتطلب عدوانية لحماية المكانة زي مثلا الرد على اهانة، التستوستيرون فعلا هيحفز ده. لكن لو السياق بيتطلب كرم وتعاون وان انت تكسب احترام غيرك علشان تحافظ على مكانتك الاجتماعية، التستوستيرون برضه هيحفز ده. ومن هنا بقى تيجي المفارقة الغريبة بين المعتقد الشعبي والحقيقة العلمية لمستويات التستوستيرون. المعتقد الشعبي بيقولك ان التستوستيرون بيسبب عصبية مستمرة ونرفزة وزربانة على الاخر، والحقيقة العلمية بتقولك لا، التستوستيرون بيحفز الحفاظ على المكانة الاجتماعية فقط في حالة تعرضها للتهديد. المعتقد الشعبي بيقولك ان التستوستيرون ممكن يخلي راجل خطر جدا على المجتمع او يكون اقل تعاونا، والحقيقة العلمية بتقولك لا، بالعكس، ده ممكن يبقى كريم جدا ومتعاون لنفس السبب، علشان يرفع من او يحافظ على مكانته الاجتماعية. طبعا انا كل ده بتكلم في النسب الطبيعيه، ما بتكلمش عن حد اخد حاجات صناعيه بجرعات متخلفه. لكن من بين كل الاجابات بقى في تعليقين كانوا مميزين جدا. حد قال الهدوء، وكذا واحده قالت حاجات بمعنى reserved calm confident، وفي واحده قالت الثلاثه. خليني اقول لك ان رغم ان الاجابات دي عكس التيار، الا انها مدعومه بقوه من العلم الحديث. الابحاث بتشير لنموذج اسمه فرضيه الهرمونين المزدوجين dual hormone hypothesis، وهنا بيقولوا لك بقى ان السلوك البشري مش معتمد على التستوستيرون لوحده، بيعتمد على التستوستيرون والكورتيسول. الكورتيسول اللي هو هرمون التوتر. هنا الابحاث اثبتت ان الليدرشيب الهاديه والثقه بالنفس والهيمنه الاجتماعيه بتظهر في اقوى صورها لما يكون الانسان ده التستوستيرون بتاعه عالي والكورتيسول بتاعه قليل. يعني الراجل اللي التستوستيرون عنده عالي ومش حاسس بتوتر بيكون شخص هادي وواثق من نفسه، قادر على اتخاذ قرارات متزنه. اما العصبيه والاندفاع والصوت العالي زي كده ظاهره احمد العوضي اللي موجوده في الاجابات عندي، دي غالبا بتكون موجوده نتيجه ارتفاع التستوستيرون مع الكورتيزول، او حتى نقص التستوستيرون. ايوه، لو تستوستيرون ممكن يؤدي الى العصبيه الغريبه دي. هل ده معناه ان العوضي عنده لو تستوستيرون؟ ده ممثل، يعني حبيبي ده ممثل، احنا ما نعرفش، دي بيرسونا هو مقدمها لك سواء في الانترفيوز او في الافلام أو ممكن يكون بياخد حاجات ما نعرفش عنه حاجه. راز من كده واركز. في اجابات بقى ربطت التستوستيرون ليفلز بالميل الدائم للمنافسه والفوز وبالنرجسيه. هنا العلم بيتفق بشكل كبير مع الاجابات دي، ولكن بتفاصيل ادق وبسياق اوضح، عشان ما تجيليش واحده تقول لي كل الرجاله نرجسيين. في ظاهره تعرف بتاثير الفوز او الوينر افكت. الظاهرة دي أنا كنت اتكلمت عنها في فيديو قديم، ولكن ببساطة هي بتوضح إن الفوز في المنافسة بحد ذاته بيرفع التستوستيرون، وطبعا ده بدوره بيحفز الشخص إنه ينافس مرة تانية. فالتستوستيرون فعلا بيخلي الشخص أكثر تنافسية وأكثر رغبة في إثبات الذات. اما بخصوص النرجسيه فالموضوع very interesting. دراسه حديثه اتنشرت في 2023 اثبتت وجود ارتباط بين مستويات التستوستيرون العالي وما يسمى بالنرجسيه الوكاليه، الايجنتيك نارسيسيزم. وهي نوع من النرجسيه بيعتمد على الترويج للذات والثقه المفرطه، مش النرجسيه الاستغلاليه او المؤذيه ليك او للاخرين.
التستوستيرون هنا بيديك البوش ان انت تقول انا الافضل، مش بالضروره علشان تدوس على غيرك. في بعض الاجابات كمان ركزت على المظاهر الجسديه، مع اني كنت بسال على حاجات في الشخصيه نفسها، بس هم ركزوا على حاجات زي خشونه الصوت او الصلع المبكر. بالنسبه لخشونه الصوت فالموضوع صحيح، لان التستوستيرون ليه علاقه دايركت مع الموضوع، يعني مع فتره البلوغ كده هو بيكون مسؤول عن ان الاحبال الصوتيه يحصل فيها تغيرات فالصوت يتخن. لكن في موضوع الصلع المبكر الموضوع مختلف شويه، عشان التستوستيرون نفسه مش هو اللي بيوقع الشعر، يعني مركب مشتق منه اسمه ال DHT هو المسؤول عن الموضوع ده. والمشكله مش في كميه التستوستيرون نفسه، لا، ده المشكله في هل عندك حساسيه في بصيلات شعرك للمركب ده اللي هو الدي اتش تي. انت ممكن يكون التستوستيرون عندك عالي وحساسيه بصيلات الشعر عندك عاليه للدي اتش تي، فبالتالي شعرك يقع. وممكن يكون التستوستيرون بتاعك عالي وما عندكش حساسيه في بصيلات الشعر للدي اتش تي فشعرك ما يقعش. انا اهم حاجه بالنسبه لي بقى حاجه تانية خالص، لازم يحصل اعاده تعريف لمعنى الرجوله في مجتمعاتنا، عشان احنا في مجتمعاتنا الشباب اختلط عليهم الامر بين التاثير البيولوجي الحقيقي للتستوستيرون وبين الصوره الثقافيه التوكسيك للرجوله وسط السوشيال ميديا والافلام والمسلسلات. الراجل اللي صوته عالي ومش مؤدب وبيتعصب بسرعه ومندفع مش بالضروره يكون التستوستيرون بتاعه عالي خالص، بالعكس في الواقع ممكن يكون بيعاني من توتر عالي مع التستوستيرون الطبيعي، او ممكن يكون عنده لو تستوستيرون قليل. التستوستيرون العالي الحقيقي بيكون مدعوم بالصحه النفسيه والجسديه، بيطلع شخصيه واثقه من نفسها، هاديه تنافسيه لكن بشرف، قادره على القياده ولكن بدون صراخ، وبيحمي الستات مثلا بدل ما يتحرش بيهم او يضربهم او يمثل عليهم اي خطر. التستوستيرون هو هرمون المكانه الاجتماعيه، ولو مجتمعنا كافئ الهدوء والاحترام، التستوستيرون نفسه هو اللي هيخلي الرجاله يبقوا بيتنافسوا مين هادي اكتر، مين محترم اكتر، مين بيحمي الستات اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.